ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات، بس بعدين اقول لكم السبب عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. النهارده بقى هعمل معاكم وراك الفراخ بتتبيله حلوه جدا ما عملتهاش معاكم قبل كده في القناه. هتطلع معاكي الوراك مستويه ودايبه دوب وشاربه كويس جدا من التتبيله، وواخده لون حلو جدا، لان هنعمل لها تكايه في الاخر هتخلي الوراك معاكي طعمها حلو جدا. اول حاجه جبت 3 كيلو وراك وغسلتهم كويس جدا، ولازم تغسليهم كويس جدا يا ست الكل، وتسيبيها في المصفى تصفي الميه، وبعد كده كل ورك تعملي فيها 3 فتحات. تمام كده. تجيبي بقى شفشق الخلاط او الكبه عشان نعمل التتبيله. اول حاجه تجيبي حبايتين من الطماطم، وحبايه من الفلفل الاحمر العادي، وحبايه من الفلفل الاخضر الحامي، وممكن تستغني عنه لو انت مش عايزاه، بس بيخلي التتبيله طعمها حلو. وكم حبايه من الثوم، وبصلايه كبيره كده. وزي ما قلت لك ممكن تجيبي شفشق الخلاط او الكبه اللي موجوده عندك. بعد كده هحط معلقه كبيره ممسوحه من الملح، وهحط معلقتين من عصير الليمون، وهحط معلقه صغيره من البابريكا المدخنه، وهحط كمان معلقه كبيره مليانه من دبس الرمان. دبس الرمان ده بيخلي الفراخ طعمها حلو جدا، بجد لازم تجربوه. وهحط كمان معلقه كبيره من الصويا صوص. الصويا صوص ده حلو جدا. وهتحط كمان 3 معالق كبار من الزيت. وهحط بقى معلقه صغيره من الروزماري ومعلقه صغيره من الزعتر، ونضربهم كويس جدا في الكبه لغايه ما تنعم معاكي خالص. تمام كده. تعالوا بقى نضربهم كويس جدا في الكبه. بعد ما ضربناهم في الكبه ونعمت معانا خالص زي ما انتوا شايفين، هنجيب بقى الوراك ونتبلها كويس جدا من التتبيله دي. وعاوزه اقول لكم على حاجه مهمه، ممكن كمان تستخدمي التتبيله دي لدبابيس الفراخ، للفراخ الكامله زي ما انت عايزه. بس احنا هنا استخدمناها في الوراك لان كان عندي وراك، بس لو عندي فراخ كامله برضو التتبيله ديت هستخدمها، لو عندي دبابيس برضو هستخدمها. التتبيله دي حلوه جدا. بعد كده بتجيبي الوراك وتتبليها كويس جدا من التتبيله، وتدخلي كمان في الفتحات عشان اللحم بتاع الفراخ يشرب كويس جدا من التتبيله. بعد ما بتبل الفراخ كويس جدا بدخلها التلاجة لمدة ساعتين، أقل حاجة لمدة ساعتين، عشان تاخدي فراخ شاربة كويس جدا من التتبيلة. بس انت يا ست الكل لو مستعجلة وعاوزة تتبلي على طول وتدخلي الفرن، عادي برضو مفيش أي مشكلة. التتبيلة دي هتخلي الفراخ طعمها حلو. بعد ما قعدت ساعتين في التلاجة، هنبتدي بقى نجيب الصينية بتاعتنا ونحط شوية من التتبيلة في قاع الصينية زي ما انتوا شايفين كده، ونرص الوراك زي ما انت عايزه بقى ترصيها كده، بس لازم تخلي الورك متغطي كويس جدا من الجلد عشان ما ينشفش معاكي. بجد بجد الطريقه دي حلوه جدا، انا عامله لكم طرق كتير جدا في القناه للفراخ، بس الطريقه دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. التكايه بقى ان احنا نجيب معلقتين كبار من الزبده اللينه، وعليها رشه من الزعتر ورشه من الروزماري، وكل ورك كده بحط عليه قطعه من الزبده. بجد التكايه دي حلوه جدا، جربوها بس بلاش تحكموا على حاجه غير لما تجربوها. التكايه دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. بعد كده بتدخليها فرن البوتاجاز على درجه حراره 220، وبتخليها في فرن البوتاجاز من تحت لمده 30 دقيقه. وبعد كده بترفعيها في الرف الاوسط لمده 25 دقيقه، يعني هي بالظبط بتاخد 55 دقيقه كده، بتكون يعني خرجت معاكي. الوراك هنا عندي كبيره، لو الوراك صغيرة بتاخد معايا بالظبط 40 دقيقة 45 دقيقة، بس هنا عشان الوراك كبيرة خدت معايا بالظبط 55 دقيقة. خليتها 30 دقيقة في آخر 25 دقيقة من فوق في الرف اللي في النص على درجة حرارة 220. أول ما بتسيح الزبدة، أول ما بتخش فرن البوتاجاز وتسيح الزبدة، بتروحي جايبة الفرشة وتروحي فرشة الزبدة كلها على الورك. طلعت معانا الوراك القمر اهي، ريحتها حلوه جدا صدقوني، لونها جميل جدا، ده كمان عشان انا بصور من كاميرا التليفون مش باين اللون. جربوا بس تكايه الزبده دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. انا عامله لكم طرق كتير وعجبتكم، وان شاء الله دي هتعجبكم. الفراخ طالعه مستويه زي ما انتم شايفين، وشاربه كويس جدا من التتبيله، يعني تحسوا اللحم بتاع الفراخ كده هايق وطعمه حلو لان شارب كويس جدا من التتبيله ولونها حلو جدا. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات، وبالف هنا مقدما.